قدامك لعبتين زومبي اتبنوا بشكل مستقل ومن الصفر. واحدة عملها كلود فيبل 5 مع الترا كود، والتانية جي بي تي 5.6 سول على الترا الحقيقي. اختبرت اللعبتين بنفسي: الحركة، التصويب، الضرب المستمر، الريلود، الويفز، الموت والريستارت، والفرق النهائي كان 3 نقاط بس. أهلا بيك يا صديقي في محمد اي اي لاب. نفس متطلبات اللعبة الأساسية، مفولدرين منفصلين ومفيش تعديل يدوي للكود، ونسخة سول اتأكدت إنها فروم سكراتش. دي تجربة عملية مش بنش مارك علمي شامل. وقت التنفيذ ومسار المراجعة مش متطابقين 100%، لكن المنتجين مستقلين والاختبار اللي هتشوفه واحد. يلا نبدأ بجيم A. جيم A دخلت في الموضوع على طول. شاشة بداية بسيطة، HUD واضح، ميني ماب وسلاح بمخزن 30 طلقة و120 احتياطي. في اختبار البوينتر لوك اشتغل، ال WASD والماوس اتحركوا صح، والضغط المستمر نزل الذخيرة من 30 ل25. الماوس أب وقف الضرب، والريلود رجع المخزن ل30 وسحب 5 طلقات من الاحتياطي. ويف ايه اشتغلت، والقتل زود السكور ووصل ل120. البوز، الجيم اوفر والريستارت كلهم نجحوا، واللعبة رجعت هيلث 100 وذخيرة 30 على 120 من غير حالة قديمة معلقة، من غير جافا سكريبت ايرور. الميزة الكبيرة هنا هي العمق، البروت والرانر والووكر. مكافآت صحة وذخيرة بين الويفز وبيست سكور بيتحفظ. خلينا نجرب الجيم مع بعض لايف. هنعمل ريلود. شايف والهيلث نزل. دي طبعا اللعبة اللي عملها كلود فيبل 5. نعمل اسكيب، نتأكد ان هو البوينتر اب، ونيجي نخش على لعبة جيم بي اللي هي جي بي تي 5.6 سول الترا. هي شكلها أغلى، اسمها ديد سيجنال سيكتور 09. فيها شاشة افتتاحية قوية، حيطان بتكستشرز مختلفة، موشن تراكر، وسلاح في اكس 9 واضح قدامك. النسخة دي بناها سول الترا في 31 دقيقة و19 ثانية، مع 5 ايجنتس فرعية ومن غير برومت متابعة. السجل بدأ بفولدر فاضي ومفيش أي وصول لكود فيبل. عمليا الضرب المستمر نزل المخزن من 24 ل 19، وريلود رجعه 24. ويف واحد بدأت بست زومبيز، والاي اي وصل للعب وقتله طبيعيا، وبعدها الريستارت رجع هيلث 100 وذخيرة 24 على 120. الميزة الواضح هنا الهيد شوتس حقيقية، والبي اف اس باس فايندنج، والكانفاس اشتغل صح حتى على 900 في 600. تعالوا نجرب اللعبة. آه هنخش كده. ايوه ادي الزومبيز اهي. شايف هنا واضح ان التكستشرز جميلة ازاي، غير كانت في كلود فيبل. والريلود شغال، وكده ويف واحد خلصت. هنجرب اموت كده مثلا اهو، الهيلث بينزل. وكده فعلا موت. وهنجرب تاني، والهيلث رجع 100%، وزي ما قلنا 24 على 120 الطلقات. في الثبات اللعبتين عدوا دورة اللعبة كاملة: ستارت، حركة، ضرب، بوز، ريلود، موت، ريستارت، ريسايز. والاتنين ما كانش فيهم أي ران تايم ايرور في اللعبة نفسها، وسبت اللاعب واقف من غير حركة. زومبي فيبل وصل وعمل جيم اوفر بعد حوالي 16 ثانية ونص. سول عمل نفس الحاجة بعد حوالي 18 ثانية. يعني المطاردة والهجوم شغالين فعلا في الاتنين. إحساس اللعب مختلف، فيبل أعمق بسبب أنواع الزومبي والكرايتس والمكافآت والويفز، لكن سول أحسن في وزن السلاح، حركة الكاميرا، الهيد شوتس، والفيدباك البصري. عشان كده الثبات 25 للاتنين، وإحساس اللعب فيبل 18 وسول 19. فيبل عنده 3 أنواع أعداء فعلا: العادي، الرنر من ويف 3، والبروت من ويف 5. السرعة والصحة والضرر وعدد الزومبي بيتدرجوا، والهجوم عند الوايند أب واللاين أوف سايد. فالمود غالبا بيبان عادل، لكن الملاحة نفسها معتمدة على مطاردة مباشرة ومحاولات ديتور لما الزومبي يتزنق شغالة.
بس مش أذكى حل مع الحيطان المعقدة. سول عنده نوع زومبي واحد بس، ودي أكبر نقطة ضعف. في المقابل بيبني BFSW فلو فيلد حوالين الحيطة، ويجمع بين رؤية مباشرة مسار حوالين الحيطان وسيبريشن يمنع التكدس. أماكن الظهور كمان بعيدة ومش فوق بعض. البرومت 15 للاتنين، ال AI والتوازن فيبل 13 وصول 14. بصريا فيبل وظيفي وواضح لكنه بسيط، حيطان سادة، شاشة بداية تقليدية، و HUD مباشر، يستحق 8 من 10. سول عامل هوية كاملة، ألوان، سكان لاينز، كوارتاين، موشن تراكر متحرك، حيطان تكستشر، سلاح مرسوم بتفاصيل، وشاشات ستارت وبوز وجيم اوفر متناسقة. هنا ياخد 10 من 10. في الصوت الصورة بتتقلب. فيبل عنده صوت موضعي، ويف ستيريو باننج رولز ريلود هيت ديث ساوندز، ياخد 5. سول عنده مجموعة أصوات كاملة بس غير موضعية فياخد 4. في الأداء فيبل وصل لحوالي 120. سول FPS كان حوالي 83 على 1440 في 900، ولسه فوق ال60 بالراحة. جودة المشروع 9 للاتنين. نجمع الدرجات: التشغيل والثبات 25 للاتنين، إحساس اللعب فيبل 18 وسول 19، الالتزام بالطلب 15 للاتنين، ال AI والتوازن فيبل 13 وسول 14، الشكل وال AI فيبل 8 وسول 10. فيدباك الصوت فيبل 5 وصول 4. الأداء وجودة المشروع 9 للاتنين. جيم A كان فيبل كلود فيبل 5 مع ألترا كود، ونتيجة النهائية 93%. جيم B كان GPT 5.6 سول على ألترا، والنتيجة 96%. الفائز في التجربة دي هو GPT 5.6 سول ألترا بنتيجة 96 مقابل 93. سبب الفوز مش عدد السطور، هو قدم أفضل برزنتيشن، تصويب رأس حقيقي، وملاحة BFS أنظف. لكن فيبل خسر بفارق صغير، ولسه أقوى في تنوع الأعداء، مكافآت الويفز، الصوت الموضعي، والأداء الخام. لو عايز لعبة شكلها جاهز للعرض من أول ثانية اختار سول. لو أولوياتك تنوع اللعبة والصوت، فيبل عنده أفضلية واضحة. ده مش معناه إن سول أحسن موديل في كل حاجة، دي لعبة واحدة، برومت واحد، وتجربتين مستقلتين. الحكم الصح هو سول بنى النسخة الأفضل هنا. انت كنت مختار A ولا B؟ اكتب لي في الكومنتات، والجولة الجاية نعمل لعبة 3D ولا نخلي كل موديل يصلح لعبة التاني. ما تنساش اللايك والاشتراك. سلام.